تخيل المشهد ده، مساء يوم 8 يناير 2026 الساعة 8 بالليل. تلاقي نفسك في شارع سكني في منطقة ساتا للسيارات في طهران. بقالها كذا ساعة الكهرباء مش مستقرة، بتقطع وتيجي باستمرار. وده مش غريب أبدا في بلد بنيتها التحتية الكهربائية بتعتمد أكتر على الأمل والمكونات اللي بتيجي بطرق غير شرعية أكتر ما بتعتمد على هندسة موثوقة. فجأة جهازك المحمول بيبطل يشتغل، مش البطارية اللي خلصت، إشارة الشبكة اختفت. كل التطبيقات على جهازك بتبطل تستجيب في نفس اللحظة، من الواتساب والتليجرام للإنستجرام، حتى اتصالك بالشبكة الافتراضية الخاصة VPN اتقطع. بتبص في الشارع الرئيسي بتشوف نيران بتشتعل. دي مش مجرد حرائق زبالة، دي عربيات بتولع. الجو مليان بريحة كاوتش محروق ومختلطة بريحة غريبة مش عارفها. يمكن ده غاز مسيل للدموع، أو ممكن سبراي فلفل اللي بيحرق الجو. أصوات كتير بتعلى بتصرخ الموت للديكتاتور، وبعدها صوت بيوصل لودانك بيجمد الدم في عروقك. ده صوت إطلاق نار من أسلحة آلية، لا يمكن تتلخبط فيه. مش مجرد طلقات في الهواء كتحذير، لكن طلقات موجهة مباشرة لتجمعات الناس. في أقل من 6 ساعات مشرحة كارزك في طهران هتبدأ تستقبل عربيات بيك اب مليانة جثث مترتبة في صفوف مرعبة. فيديو مسرب مدته 16 دقيقة هيكشف بعدين عن 366 جثة على الأقل متكدسة جواها، عليها آثار جروح، طلقات نارية وخرطوش، وجروح قطعية من اعتداءات وحشية من مسافة قريبة. أفراد الطب الشرعي هيلصقوا ملصقات على الصور بدقة ويكتبوا 47 من 250 وبعدين 118 من 250 قبل ما يوقفوا العد في النهاية. دي مش قصة خيالية، دي حقيقة إيران في يناير 2026. لما تخلص الفيديو ده هتفهم إزاي انهيار كارثي في قيمة العملة أشعل أقصى قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية اللي بقالها 47 سنة. وكمان هتفهم ليه الأحداث اللي هتحصل بعد كده عندها القدرة إنها تغير بشكل جذري المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط. عشان نحط كلامنا في سياقه، خلينا نرجع بالزمن ليوم 28 ديسمبر 2025. الفجر بيطلع على سوق طهران الكبير التاريخي. تخيل نفسك بياع موبايلات بقالك 20 سنة. الممرات المتشابكة دي هي مكان شغلك الثابت، وردتها عن أبوك اللي كان بيشتغل هنا قبلك. بالرغم من إن مساحة كشكك المتواضعة 10 متر مربع بس، إلا إنه بيجيب دخل كافي عشان تعيش أسرتك وتمول تعليم ابنك الجامعي وتجمع تحويشة لجواز بنتك في المستقبل. لكن مع بداية الصبح ده بالذات، الحسابات الاقتصادية اللي كنت ماشي عليها فشلت بشكل جذري. بضاعتك الحالية اللي هي موبايلات صيني وسماعات بلوتوث وكابلات شحن كنت شاريها لما كان سعر الصرف 1,370,000 ريال للدولار. ده كان السعر السائد يوم 26 ديسمبر، وده كان بيسمح لك تحط هامش ربح 15%. هامش ضيق لكنه كان ممكن. وبعد كده في تحول دراماتيكي حصل بين يوم وليلة. قيمة الريال نزلت بشكل كبير ل1,440,000 مقابل الدولار. الانخفاض المفاجئ ده خلى كل بضاعتك ملهاش قيمة اقتصادية تقريبا. لو فضلت على أسعار امبارح ده هيؤدي حتما لخسائر مالية كبيرة. وعلى العكس، لو عدلت الأسعار عشان تعكس سعر الصرف الجديد، ده ممكن يثير غضب الزباين أو يوقف عمليات الشراء تماما. وبالتالي بتتبع نفس الاستراتيجية اللي بيتبعها عدد لا يحصى من البياعين التانيين في السوق، بتوقف شغلك مؤقتا. ودلوقتي نيجي للنقطة المحورية. الحدث ده تجاوز نطاق تقلبات السوق العادية. بدلا من كده، ده كان عمل متعمد لهدم اقتصادي هيكلي. الحكومة الإيرانية بتشغل آلية سعر صرف متعددة المستويات، بحيث الكيانات المرتبطة بالنظام والشركات التابعة للحرس الثوري والمستوردين التابعين للدولة والشركات المتحالفة سياسياً بيقدروا يحصلوا على دولارات مدعمة بأسعار مخفضة بشكل مصطنع. عشان نوضح أكتر، تخيل سعر تفضيلي 500,000 ريال للدولار للكيانات المميزة دي. على النقيض تماماً، التجار العاديين زيك محبوسين في السوق المفتوح، اللي فيه السعر الحقيقي بيحدده الذعر الناتج عن العرض والطلب ومصداقية الحكومة المتذبذبة أو غيابها التام. مع ارتفاع معدل التضخم ل 48.6% بحلول أكتوبر 2025،
ثم يتجاوز 52% في ديسمبر، تتبخر تماما ثقة الشعب في العملة الوطنية، وتتحول تفضيلاتهم بشكل حاسم نحو الدولار. يسعون بنشاط لاقتناء الذهب كمخزن للقيمة، أي أصل يصبح مفضلا على العملة المحلية التي تتآكل قيمتها بسرعة في حوزتهم. علاوة على ذلك، فإن الصمت المريب للإدارة الخالي من أي تصريحات سياسية أو تطمينات لا يقدم سوى لا شيء. هذا التكتم الحكومي يصعد بسرعة التحدي الاقتصادي إلى أزمة سياسية عميقة. عندما تمتنع الدولة حتى عن الاعتراف بالكارثة المتكشفة، يترك شعبها ليستنتج أحد احتمالين: إما أن الكيان الحاكم يفتقر إلى الكفاءة، أو أنه متورط. بحلول ساعات الصباح المتأخرة من يوم 28 ديسمبر، بدأت المحلات التجارية في جميع أنحاء البازار تغلق أبوابها بسرعة وبشكل وبائي. مع حلول فترة ما بعد الظهر، وصلت تقارير الاضطرابات إلى أصفهان ومشهد وشيراز. بحلول الليل، شملت الحركة أكثر من مجرد التجار، بل ضمت طلابا وعمال صناعة البترول وسائقي النقل وشبابا ساخطين كانوا قد شعروا بالخذر العاطفي لفترة طويلة، وهم يرون عائدات بلادهم النفطية الضخمة توجه إلى حزب الله في لبنان، حتى وهم يكافحون لتوفير المنتجات الأساسية. لننظر إلى الأدلة الإحصائية. ارتفعت تكلفة الفاكهة بنسبة 75% خلال العام الماضي، وتضاعف سعر الخبز والحبوب الأساسية تقريبا. في غضون ذلك، تراوح معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بين 20% و23%. يمثل هذا الرقم 3 أضعاف المتوسط العام للبلاد. هذا الواقع المرير موجود في إيران، وهي دولة تمتلك بعضا من أكبر احتياطية البترول في العالم. صرح أحد المتظاهرين لاحقا للصحفيين قائلا: الخوف لا يسيطر علي، لمدة 47 عاما طويلة كنت ميتا بالفعل. هذا التصريح يتجاوز مجرد صرخة حاشدة، إنه يجسد حالة نفسية عميقة. عندما يتوقف الخوف من الفناء عن كونه إجراء وقائيا، حيث تشعر الحياة نفسها بالفعل وكأنها موت، تكون النتيجة وضعا غير مستقر ومتقلبا. قبل التعمق أكثر، من الأهمية بمكان إدراك أن هذا ليس التحدي الأول لإيران. هذه هي الانتفاضة الكبرى الرابعة خلال 17 عاما، وقد استوعبت السلطة الحاكمة الدروس من كل حالة. في عام 2009 ظهرت الحركة الخضراء، تدفق الملايين إلى الشوارع بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل. أعلنت الإدارة أن محمود أحمد نجاد حصل على ثلثي الأصوات. شهدت طهران أوسع مظاهرة منذ ثورة 1979. طمعت السلطة الحاكمة ذلك عن طريق الاعتقالات والاعتداءات الجسدية والوفيات المحدودة. تعثرت الحركة الخضراء في النهاية. السبب ظل تركيزها سياسيا بحتا، لم تهدد الأسس المالية للنظام ولم تفتت الجهاز الأمني. بحلول عام 2019 وسط أحداث نوفمبر الدامي، ضاعفت الحكومة تكاليف الوقود 3 مرات. فجأة اندلعت المظاهرات تلقائيا في 130 موقعا مختلفا. في هذه المناسبة كان المحرك الأساسي اقتصاديا. كان المشاركون إيرانيين من الطبقة العاملة وليسوا مثقفين من الطبقة الوسطى. الإجراء المضاد للنظام، ما يقدر بنحو 1500 قتيل في غضون 3 أيام فقط. انقطاع شامل للإنترنت على مستوى البلاد، واعتقالات واسعة النطاق تبعها هدوء مفروض. لم يعر المجتمع الدولي اهتماما يذكر. بحلول عام 2022 بدأت احتجاجات مهسا آميني. شهدت البلاد وفاة مأساوية لشابة في 22 من عمرها، وذلك أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. التهمة الموجهة إليها كانت ارتداء الحجاب بطريقة غير لائقة. موجة الاحتجاجات اتسعت بسرعة لتشمل 210 موقعا مختلفا، والمثير للدهشة أن طالبات المدارس كن في طليعة هذه المظاهرات. في مشهد تحد قوي، التقطت الكاميرات نساء وهن يحرقن حجابهن. الشعار الموحد الذي أشعل فتيل الحركة كان: امرأة
حياة، حرية. أسفرت الحملة القمعية الوحشية عن مقتل 551 شخصاً على الأقل، وعشرات الآلاف من الاعتقالات، والعديد من الاعترافات التلفزيونية المنتزعة بالإكراه. تبع ذلك إعدامات علنية لمتظاهرين مختارين اتهموا رسمياً بمحاربة الله. في غضون 3 أشهر تلاشت قوة الاحتجاجات تدريجياً. كان نمط ثابت ومتوقع من الأحداث يتكشف دائما. في كل مرة كانت المظاهرات تشتعل بسبب محفز اقتصادي أو اجتماعي مميز. النظام الحاكم كان يقدم تنازلات محدودة بشكل استراتيجي، بينما كان يحشد جهازه الأمني في نفس الوقت. نطاق الاحتجاجات كان يتسع دائما، متطورا من شكاوى محددة ليشمل مطالب نظامية. ومن بين الهتافات الحماسية كان الموت للدكتاتور. إعلان قوي آخر كان تسقط الجمهورية الإسلامية. النظام أعاد تصنيف المتظاهرين بشكل منهجي، إما كإرهابيين أو عملاء أجانب. تضمنت استجابة الدولة قطع الإنترنت واستخدام الذخيرة الحية وعمليات قتل جماعي واسعة النطاق. تبع ذلك حملة قمع مرحلية نفذت من خلال الاعتقالات والإعدامات. في النهاية ساد الإرهاق العام، ومع ذلك يشير عام 2025 إلى نقطة تحول حاسمة. الأهم من ذلك أن المحفزات المختلفة تتلاقى الآن. انهيار كبير للعملة جار بشكل ملحوظ. تواجه الأمة معدل تضخم مقلق يبلغ 52%، ووصلت بطالة الشباب إلى 23%. الصراع الذي دام 12 يوما في يونيو 2025 شهد قيام القوات الأمريكية بتفكيك 3 منشآت نووية إيرانية، وفي الوقت نفسه أذلت القوة الجوية الإسرائيلية الحرس الثوري الإيراني بشكل حاسم، مما أدى إلى سقوط أكثر من 1000 قتيل إيراني. هذه السلسلة من الانتكاسات الجيوسياسية وجهت ضربة نفسية عميقة، حيث تم عزل الأسد في سوريا، حليف إيران الإقليمي الأكثر ثباتاً، في أواخر عام 2024. تدهورت القدرة العملياتية لحزب الله في لبنان بشدة، وكانت حماس في غزة محطمة تماماً. استثمارات إيران بمليارات الدولارات لدعم محور المقاومة تبخرت الآن، ونتيجة لذلك مع اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في ديسمبر 2025 تجاوزت شكاوى الشعب الإيراني مجرد أسعار الخبز. غضبهم الجماعي شامل، تشمل الأسباب الكامنة سوء إدارة اقتصادية عميق، وإذلال إقليمي واسع النطاق، والوعود غير المحققة ل47 عاماً من الخطاب الثوري التي وعدت بالكرامة، ولكنها في النهاية جلبت الفقر الواسع. ننتقل الآن إلى الليلة المحورية التي غيرت مسار الأحداث بشكل لا رجعة فيه. في مساء 8 يناير 2026 أطلق رضا بهلوي ولي العهد المنفي وابن الشاه الذي أطيح به عام 1979 دعوة لاحتجاجات وطنية متزامنة في ساعة محددة مسبقاً. ناشد المواطنين بالهتاف من أسطح منازلهم ونوافذهم لتنسيق تحركاتهم، وبالتالي إظهار وجودهم الشامل للنظام الحاكم بشكل لا لبس فيه. في صباح اليوم نفسه ألقى المرشد الأعلى علي خامنئي خطابا عاما، ومن اللافت للنظر أنه لم يعترف بالشكاوى الاقتصادية السائدة، ولم يقدم أي أفق لإصلاح نظامي. بدلا من ذلك أدان المتظاهرين بشكل لا لبس فيه على أنهم مجرد مثيري شغب يعملون تحت تأثير أجنبي، والأهم من ذلك أنه استدعى مصطلح الفتنة القوي، وأكد كذلك أن هذه الأحداث المزعزعة للاستقرار دبرتها إسرائيل والولايات المتحدة بدقة. استدعاء مصطلح الفتنة أرسى بشكل فعال الإطار القانوني لنشر عنف الدولة غير المحدود. الوضع تجاوز مجرد احتجاج، المواجهة تصاعدت لحرب صريحة. الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، مع بداية تردد الهتافات المتزامنة في أحياء المدينة، أصبح واضحاً تحول ملموس ونذير شؤم في الأجواء. قوات الأمن اللي بتضم الحرس الثوري وميليشيا الباسج والشرطة انتشرت بسرعة في المدن الكبرى،
بتشتغل بتعليمات وصفها شهود العيان بشكل قاطع إنها إطلاق نار بهدف القتل. مفيش استخدام مبدئي لوسائل غير قاتلة زي الرصاص المطاطي أو الغاز المسيل للدموع. بدلاً من كده تم إطلاق الذخيرة الحية مباشرة على الحشود المتجمعة. في كرج محافظة البرز، مستشفى سليماني لوحده سجل 77 حالة وفاة يوم 8 يناير. في نفس الوقت مستشفى باريان استقبل 423 مصاب. في كرمانشاه ليلة واحدة شهدت وفاة 217 متظاهر على الأقل داخل المستشفيات. مستشفى سليماني اللي موجود في حي فارس بطهران وثق إصابات متوافقة مع طلقات بنادق خرطوش من مسافة قريبة وإطلاق نار مباشر من بنادق. حكى طبيب: استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وضربوا مباشرة على المتظاهرين. الغاز المسيل للدموع وصل كمان للبيوت الخاصة. الأفراد كانوا بيستهدفوا بالذخيرة الحية وده أدى لإصابات كتير. الشعب حاسس إنه مبقاش عنده أي حاجة يخسرها. بحلول الساعة 8 مساء اتصال الإنترنت في كل إيران نزل ل1% بس من قدرته العادية. حصل انقطاع رقمي شبه كامل. القدرة على التنسيق أو التوثيق أو طلب المساعدة ضاعت تماما. العالم الرقمي غرق في الظلمة. إيه اللي خلى الإنترنت يتقطع؟ 3 أسباب رئيسية. بيمنع المتظاهرين من تنظيم أي تحركات بعد كده. بيعيق تسجيل الوحشية دي من الخارج. غياب الأدلة البصرية بيمنع الإدانة العالمية. ده بيخلق فراغ معلوماتي بيسمح للنظام إنه يفرض روايته. الإعلام اللي بتسيطر عليه الدولة بيدعي إن إرهابيين مسلحين هم اللي بدأوا إطلاق النار. مفيش أي دليل بصري متاح عشان يدحض الادعاء ده. انقطاع الاتصالات استمر لأكتر من 180 ساعة، يعني 7 أيام ونص من الصمت الرقمي شبه الكامل. ومع ذلك اللي حصل بعد كده لسه تسرب فيديو مدته 16 دقيقة من مركز كاريساك للطب الشرعي بيكشف صفوف من الجثث وعربيات بيك اب بتنزل جثث، وموظفين الطب الشرعي بيحطوا علامات على الصور: 47 من 250، 179 من 250، وفي النهاية وثقوا أكتر من 366 جثة في مشرحة واحدة. 2. شهود عيان زاروا كرازك بيدوروا على أفراد من عائلتهم، قالوا إنهم شافوا أكتر من 400 جثة. شبكة CBS نيوز أكدت لقطات بتظهر 366 جثة على الأقل، ومن المحتمل أكتر من 400. جروح طلقات نارية وطلقات بنادق خرطوش وجروح قطعية وهدوم غرقان دم متكومة في الأركان. تقديرات أعداد القتلى بتختلف بشكل كبير. مصادر حكومية إيرانية رسمية بتقول حوالي 2000. وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان 2095 أكدت إن الأرقام الحقيقية أعلى. إيران انترناشنال بتستشهد بمصادر حكومية وبيانات مستشفيات بتقول 12,000 على الأقل. شبكة CBS نيوز بتستشهد بمجموعات ناشطين جوه إيران بتقول ما بين 10,000 و20,000. خليني أحط ده في سياقه. احتجاجات نوفمبر الدموية سنة 2019 قتلت حوالي 1500 شخص في 3 أيام، وده كان بيعتبر أدمى قمع في تاريخ إيران الحديث. 8 يناير 2026 ممكن يضاعف العدد ده 4 مرات في ليلة واحدة. هنا بقى الحاجة اللي بتكسر النمط، هم ما بيبطلوش. بالرغم من انقطاع الإنترنت، وبالرغم من آلاف القتلى، وبالرغم من الدبابات اللي بتتحرك في طهران، وبالرغم من إعلان وزير العدل يوم 14 يناير إن أي حد بيشارك في الاحتجاجات بعد 8 يناير مذنب بارتكاب حرب داخلية واللي عقوبتها الإعدام، هم لسه مستمرين. في طهران المتظاهرين بيتجمعوا تاني في أكتر من 20 حي: نسام أباد، ميدان فردوسي، سادات أباد، ميراد، فلاسة. بيولعوا نيران، بيسدوا الطرق وبيهتفوا: الموت للدكتاتور، وده سنة الدم، سيد علي هيتسقط. في شيراز المتظاهرين بيردوا بالسكاكين والمناجل، وفي مشهد الجماهير بتجبر قوات الأمن إنها تتراجع في بعض المناطق. في أصفهان حشود كبيرة بتهتف: خامنئي قاتل وحكمه غير شرعي، وجنبوا شعارات الملكية: عاش الملك. في زاهدان جنوب شرق إيران
آلاف المواطنين البلوش بينزلوا الشوارع بعد صلاة الجمعة بالرغم من الانتشار الأمني الكثيف ونقاط التفتيش والتفتيش الجسدي وتفتيش التليفونات. بيخرجوا في مسيرات برضو. إيه اللي بيحرك كل ده؟ إيه اللي بيدفع شخص إنه يواجه الرصاص الحي؟ متظاهر واحد بيقدم تفسير: أنا ما بقاش عندي خوف، بقالي 47 سنة عايش كأني ميت. وفي موقف تاني استخدموا الذخيرة الحية ضد الناس، استخدموا الغاز المسيل للدموع جوه البيوت. الناس حاسة إن مفيش حاجة تانية ممكن تخسرها، وصلوا لنقطة نفسية ما بقاش فيها الخوف بيجيب نتيجة، وبقى تهديد الموت أقل رعبا من واقع الحياة المستمر في ظل النظام الحالي. بتصرفاتهم دي الإيرانيين بيورونا إنهم بيفضلوا مواجهة الموت على إنهم يستحملوا سنة تانية من الوضع ده. وهنا بيكمن الاختلاف عن الانتفاضات اللي فاتت، التنوع الأيديولوجي الكبير. بنلاقي الطلاب بيهتفوا الموت للديكتاتور، وبنسمع العمال بيقولوا لا غزة ولا لبنان، روحي فدا إيران. وده بيعبر عن رفضهم لتوجهات النظام في سياسته الخارجية. في فيديوهات انتشرت بشكل واسع بنشوف ستات بيحرقوا صور خامنئي بالسجاير. ده غير إننا بنسمع الملكيين بيهتفوا عاش رضا بهلوي، دي المواجهة الأخيرة، بهلوي راجع. ظهور الملكيين في إيران بحلول 2026 بيشير لتحول كبير. الشاه كان بيواجه كراهية شعبية عميقة، جهاز السافاك السري والتأثير الغربي اللي كان الناس شايفاه، والاستبداد المطلق اللي ما كانش عليه رقابة. لعقود طويلة الملكية كانت عبء سياسي، لكن جيل من الإيرانيين اللي ما عندوش أي ذكرى مباشرة لحكم الشاه دلوقتي بيبص على الجمهورية الإسلامية وبيسأل: هل النظام اللي فات كان فعلا أكتر قمعا من واقعنا الحالي؟ ده مش مجرد حنين للماضي، ده مستوى من اليأس عميق، لدرجة إن الخيارات اللي كانت مرفوضة زمان دلوقتي بقت جذابة بشكل مفاجئ. خلونا نوسع نظرتنا، لأن الوضع ده بيتجاوز مجرد مشكلة إيرانية داخلية. بالفعل ده بيمثل محفز محتمل لصراع واسع في الشرق الأوسط. في 2 يناير 2026 الرئيس دونالد ترامب بينشر على تويتر وبيقول إن لو إيران قمعت المتظاهرين السلميين بعنف، الولايات المتحدة هتتدخل عشان تحميهم. تصريحه كان: قواتنا جاهزة ومستعدة للتحرك. وبحلول 12 يناير ترامب بيعلن إن أي دولة بتتعامل تجاريا مع إيران هتتحمل تعريفة جمركية 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة، وده هيتطبق فورا. وده بيمثل خنق اقتصادي بيتجاوز بكتير نطاق العقوبات الحالية. في 13 يناير ترامب بيطمن الإيرانيين إن المساعدة جاية، وفي نفس الوقت بيحذر من عواقب وخيمة لو النظام أعدم المتظاهرين المعتقلين. بحلول 15 يناير تفرض وزارة الخزانة عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين كبار، أبرزهم علي لاریجانی أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. بالتزامن مع ذلك يقال إن البنتاغون عرض على ترامب مجموعة من الأهداف العسكرية تشمل المنشآت النووية الإيرانية ومواقع إطلاق الصواريخ البالستية والبنية التحتية للقيادة والتحكم التابعة للحرس الثوري. ذكرت شبكة CNN أن الموارد العسكرية الأمريكية تنشر استعدادا لعمليات هجومية محتملة، وفي أعقاب ذلك يظهر رضا بهلوي ولي العهد المنفي يقدم نفسه كزعيم مؤقت محتمل، يؤكد أن 12,000 إيراني لقوا حتفهم، وهو رقم غير مؤكد لكنه يتوافق مع تقديرات النشطاء من واشنطن، يدعو إلى تدخل عسكري يستهدف ما يسميه هيكل القمع، وتحديدا الإطار القيادي للحرس الثوري. يكشف عن اتفاقيات كورش مستلهما اتفاقيات إبراهيم بهدف استعادة العلاقات الدبلوماسية لإيران مع إسرائيل ودول شرق أوسطية أخرى. والآن إلى التفصيل الأكثر إثارة للدهشة. بشكل لافت بعض الإيرانيين داخل البلاد يهتفون له علنا صارخين: عاش الملك، بهلوي سيعود. المدى الحقيقي للدعم الداخلي لبهلوي، أو ما إذا كان مجرد رمز للمعارضة ضد النظام القائم، يظل غامضا،
ومع ذلك فإن مكانته البارزة تقدم للاعبين الدوليين لا سيما الولايات المتحدة وإسرائيل حليفا محتملا في تدبير انتقال حكومي. من المقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يناير. وصفت الأمينة العامة المساعدة مارثا بوبي الظروف بأنها متقلبة ومقلقة للغاية، محذرة من أن التدخل العسكري الأجنبي سيزيد من تفاقم الوضع الهش بالفعل. أدان وزراء خارجية مجموعة السبع القمع الشديد. في غضون ذلك أعرب الزعيمان الأوروبيان ماكرون وستارمر عن قلقهما، لكنهما نصحا بعدم التدخل المباشر. أصدرت السلطات الإيرانية تهديدات بالانتقام، ونقل وزير الخارجية عباس عراقجي لشبكة فوكس نيوز أن إيران مستعدة للمناقشات مع الولايات المتحدة بشرط مبادئ التكافؤ والاحترام المتبادل. الاحترام. في جوهر الأمر نخشى الهجمات العسكرية رغم أننا لن نعترف بذلك أبداً. وهكذا يسعى تمرد داخلي واسع النطاق إلى الإطاحة بالحكومة. قوات الأمن تقضي على الآلاف للحفاظ على السلطة. إغلاق الإنترنت يعيق التدقيق الخارجي. الولايات المتحدة تهدد بعمل عسكري. شخصية معارضة منفية تناور لكسب النفوذ، والدول المجاورة تراقب بقلق. هذا الوضع يعكس عام 1979 ولكن بطريقة معكوسة. ومع ذلك في هذه المناسبة يدعو الثوار إلى استعادة الملكية. علاوة على ذلك فإن القوة العسكرية الأبرز في العالم تهدد الآن علنا بالتدخل. دعونا نجري فحصا دقيقا لهذا الأمر. ما هي الاحتمالية الحقيقية لتفكك النظام؟ لننظر في السيناريو الأول: سلسلة ثورية متتالية. تستمر المظاهرات. يبدأ أفراد الأمن في تحدي الأوامر. يشهد الضباط المرؤوسون استهداف جيرانهم وأقاربهم وزملائهم. يتخلون عن مواقعهم. يتنازل قادة الحرس الثوري عن سلطتهم. يتفكك التماسك المؤسسي الأساسي الذي يدعم الحكم الديني. يتولى السلطة رضا بهلوي أو هيئة حاكمة مؤقتة. ينتهي وجود الجمهورية الإسلامية. حدث هذا في عام 1979. انشقت القوات المسلحة التابعة للشاه. لم يأت انتصار الثورة من المتظاهرين المسلحين، بل من توقف إطلاق النار من قبل الأفراد العسكريين. السيناريو الثاني يتضمن استراتيجية قمع مدار. يتحمل الجهاز الحاكم العبء المالي للانقطاعات الدائمة للإنترنت، وهو اضطراب اقتصادي يقدر بأكثر من 100 مليون دولار يومياً. يتم الحفاظ على الانضباط داخل قوات الأمن من خلال مزيج من التكييف الأيديولوجي والحوافز المادية الملموسة. أجزاء كبيرة من البنية التحتية الاقتصادية لإيران تخضع للسيطرة المباشرة لمسؤولي الحرس الثوري. إن الإجراءات القضائية المعلنة وعقوبات الإعدام الموجهة تعمل على إرساء مبدأ الردة، وعليه تتضاءل حدة الاحتجاجات لتصل إلى مستوى يمكن التحكم فيه، ويستمر النظام قائما وإن كان ينزف، إلا أن بنيته الأساسية تظل سليمة. هذا النمط التاريخي تكرر في أعوام 2009 و2019 و2022. في ضوء هذه السوابق، أي من السيناريوهين هو الأرجح أن يتحقق؟ الإجابة، سواء نظرنا إليها بمنظور متشائم أو واقعي، تشير إلى أن السيناريو الثاني يحمل احتمالية أكبر للتحقق. المنطق الكامن وراء هذا التحليل يكمن في المرونة المؤسسية التي أظهرها الحرس الثوري الإيراني. فهذه المؤسسة العسكرية تحتفظ بهيكل قيادي يضم ما لا يقل عن 150 ألف فرد. سلسلة قيادته تتصل مباشرة بالمرشد الأعلى، متجاوزة أي سلطة حكومية مدنية. كما يمارس إشرافاً كاملاً على مخزون إيران من الصواريخ البالستية والبروتوكولات الأمنية لبرنامجها النووي، بالإضافة إلى محافظ اقتصادية ضخمة تمتد لتشمل قطاعات البناء والطاقة والبنوك والشحن. تشير التقييمات المالية إلى أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالحرس الثوري تدر إيرادات سنوية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وحتى عندما اغتالت الولايات المتحدة الجنرال قاسم سليماني من الحرس الثوري في عام 2020، والذي كان يعد أقوى شخصية عسكرية بعد المرشد الأعلى، لم تنهار هذه المنظمة. تولى الجنرال إسماعيل قآني منصبه خلفا له، وتم الحفاظ على الاستمرارية التنظيمية بسلاسة. إن الضربات التي تستهدف رأس الهرم لا تجدي نفعا ضد المؤسسات اللامركزية ذات الدوافع الأيديولوجية، فبفضل بروتوكولات الخلافة الواضحة والتحكم في الاتصالات يمكن للنظام فرض إغلاقات غير محدودة للإنترنت. فبدون تنسيق رقمي لا يمكن للاحتجاجات أن تتوسع خارج نطاق الشبكات المباشرة، وبدون توثيق خارجي يفقد العالم اهتمامه تدريجيا. لقد أظهرت الحكومة بالفعل استعدادا لتحمل تكاليف اقتصادية باهظة للحفاظ على السلطة. هذا ليس ضعفا، بل هو وضوح في تحديد الأولويات. يلاحظ غياب المعارضة المنظمة، فالاحتجاجات الحالية تفتقر إلى قيادة رسمية أو برنامج سياسي موحد أو هيكل مؤسسي للحكم في حال سقوط النظام. يقدم رضا بهلوي بديلا رمزيا، لكن قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني لا تزال متشككة في الملكية بالنظر إلى الذاكرة التاريخية. لذا حتى لو انهار النظام غدا، وهو أمر مستبعد، فما الذي سيحل محله؟ هل هي فوضى عارمة أم حرب أهلية أم حكومة انتقالية بلا شرعية؟ لقد نجحت ثورة 1979 لأن مجموعات معارضة متعددة توحدت تحت لواء الخمينية، بينما سيطر الإسلاميون على البنية التحتية التنظيمية عبر المساجد. انتفاضة 2026 تفتقر إلى الوحدة والبنية التحتية اللازمة. إليكم ما نعرفه على وجه اليقين: إيران تجاوزت عتبة تاريخية في 8 يناير 2026. ما إذا كانت تلك العتبة ستؤدي إلى تحول ثوري جذري أو مجرد فصل آخر في بقاء السلطوية، لا يزال غير واضح المعالم. فالانكماش الاقتصادي السائد يستمر دون أي حلول تلوح في الأفق. العملة الوطنية تواصل تراجعها الحاد، وقد تجاوزت الضغوط التضخمية 52%، في حين بلغت نسبة بطالة الشباب 23%. النكسة العسكرية التي تعرضت لها في يونيو 2025 على يد إسرائيل والولايات المتحدة لم تعالج بعد، كما انتهى حكم الأسد في سوريا، مما أدى إلى تفتت محور المقاومة. حصيلة القتلى بين السكان الإيرانيين، والتي تتراوح تقديراتها بين 22,000 تعد كبيرة، فالأفراد الذين لقوا حتفهم في مشرحة كهريزك لن يعودوا. إن إغلاق الإنترنت المفروض لا يمكنه محو أدلة الفيديو التي انتشرت بالفعل، فمواكب الجنازات مهيئة للتحول إلى مظاهرات جديدة، حيث تعمل فترات الحداد التي تستمر 40 يوما على تحفيز موجات لاحقة من التعبئة. الوضع الحالي أبعد ما يكون عن الانتهاء، فالسوابق التاريخية تشير إلى ميل النظام لقمع هذا التمرد، مما يعكس أفعاله السابقة ضد حركات مماثلة. ومع ذلك فإن الأنماط الراسخة ليست جامدة أو غير قابلة للتغيير. الشاه في وقت من الأوقات كان شايف نفسه لا يقهر، لكن من سنة 1977 لسنة 1979 وضعه اتحول لمنفى. عشان نفهم التطورات اللي بتحصل لازم نراقب عن كثب مسار 3 متغيرات حاسمة. هل قطع الإنترنت هيفضل فعال؟ لو رجع انتشار المعلومات غالبا الضغوط الخارجية هتزيد. هل الجهاز الأمني هيحافظ على انضباطه الداخلي؟ انشقاق الضباط الصغار ممكن يبدأ انهيار شامل للنظام. هل الرئيس ترامب فعلا هيأذن بعمل عسكري؟ تدخل زي ده ممكن يا إما يأكد ادعاءات النظام بوجود مؤامرات خارجية، أو يفكك هرم قيادته. التاريخ نادرا ما بيعيد نفسه بالضبط، لكن أنماطه الأساسية غالبا بتتكرر. حاليا الوضع في إيران بيعكس بشكل لافت سرد تاريخي قابلناه قبل كده. لو التحليل التاريخي والمالي الدقيق ده غير فهمك للشرق الأوسط، ياريت تفكر في الاشتراك. الانهيارات المنظومية نادرا ما بتعلن عن قربها، هي ببساطة بتحصل، واللي عندهم بصيرة بيتوقعوها. دايما بيكونوا أشخاص درسوا السوادق التاريخية بدقة. بندعوكم تشاركوا وجهات نظركم في قسم التعليقات.
اكتبوا فريق بهلوي لو تحليلكم التاريخي بيشير لاحتمال استعادة الملكية. على العكس اكتبوا فريق النظام لو بتتوقعوا استمرار صمود الحرس الثوري الإسلامي في مواجهة التحديات الحالية دي. أنا شخصياً براجع كل مساهمة. بعد كده بنصحكم تشوفوا تحليلنا المتعمق عن إزاي الولايات المتحدة بتدير بذكاء ديان قومي بيقدر ب 38 تريليون دولار. لأنه لو شايفين إن إيران هي الحكومة الوحيدة اللي بتواجه عدم استقرار عميق في العملة، يبقى ممكن يكون مطلوب فهم أوسع لديناميكيات المالية العالمية.